كوميك كون او كوميك كون هو مؤتمر بيجمع الناس النيردز اللي انا يا ريت يعني يعتبروني واحده منهم، اللي بيحبوا الانمي، اللي بيحبوا الافلام، المسلسلات، الكوميكس او القصص المصوره، يقام بشكل سنوي في الولايات المتحده الامريكيه. السنه دي جالنا بمفاجاه حلوه وجميله وبجد حلوه قوي، وهي ان راين جوسلينج هو هيبقى جوست رايدر. اللي يعرف جوست رايدر اكيد عارف نيكولاس كيج، هو يعني فيلم قديم شويه. يعني جوست رايدر كان الكوميكس بتقول ان هو سوبر هيرو، بس يعني حاجه شوحانه كده. المهم يعني راين جوسلينج هو اللي هيبقى جوست رايدر. متخيلاه فعلا بالجو ده، والناس زقطت ما يجعبها بالناس اللي هي اللي بتتفزك له راين جوسلينج راح مع مارفل خلاص كده بقى في الحضيض بقى في المجاري يجاوب الكلام ده. بس الناس they got excited، تحمسوا لهذا الخبر وحمسنا انا شخصيا، وجات لي فكره طقت في دماغي لحلقه هذا الاسبوع من اركيد، وهي الالعاب اللي مبنيه على السوبر هيروز او الكوميكس. يعني غير باتمان اركم وغير سبايدر مان او الفرانشايز الجميله اللي نجحت على البلاي ستيشن، غير دول في كذا واحده كده انا حاططها في الليسته النهارده. منهم واحده الجيم كانت انقح واحسن من الفيلم اللي اتبنت عليه. تعالوا نشوف ايه الجيمز اللي بيزد او اتأسست على لور وقصه ليه سوبر هيرو و أركيديانز أسمبلي. يلا بينا. أهلا بيكم وحلقة جديدة من أركيد. أول لعبة معانا النهاردة هي مارفل ألاينس، ودي نزلت في 2006. قديمة جدا، وأنا لعبتها وقت ما نزلت كانت متكركة على البي سي، بس نزل منها ريماستر فيرجن كويسة للعين في 2016 على البي سي وعلى البلاي ستيشن. اللعبة دي انا فاكرة انا كنت منبهرة بيها ازاي. المفروض ان القصة يعني مش عايزة احرق عشان لو حد عايز يلعبها، بجد هي جامدة جدا. المفروض ان دكتور دوم عمل نوش كده وعايز يعمل ارمي او جيش كله سوبر سولجرز وسوبر هيروز اللي هو بتوع مارفل، بس بقى ايه من الجانب الشرير، وعمل كده فعلا. والمفروض ان نيك فيوري بيبتدي يستغيث بكل الهيروز اللي موجودة في عالم مارفل، والقصة بقى ايه بتاخد مجرى بقى، بتروح بقى هنا شباتر بقى، بتروح جزيرة أطلانتس، بتبقى على سطح سفينة، حاجات يعني شابترز كتيرة بتاخدك. القصة فيها حلوة قوي، كانت بتعتمد على انك بتلعب بأربعة من الشخصيات بتوع مارفل. انت بتنقيهم في الاول حاجات، يعني مش كل الشخصيات بتتفتح لك، بس بعد كده بتتفتح لك بيبقى تيم مكون من 4، مثلا توني ستارك، ثور، على كابتن امريكا، في ويدو مثلا في بلاك ويدو، وانت بتليد بواحد منهم التيم او الفريق بتاعك ده. بس انت بتلعب بالاربعه دي، هي ار بي جي. ولما بتجمع 4 شخصيات، يعني مثلا 4 شخصيات اللي هو فانتاستيك فور مثلا تلعب بيهم هما الاربعه، او افنجرز او ذا نيو افنجرز او اكس مان وكده، بيفتح لك بيركس وبيتفتح لك كاركترز جديده كبونس. يعني افتكر ان اللعبه دي كان فيها الالوجن اوف تشويس، او بيديك اختيارات. يعني في حتت من الفصول بتاعه اللعبه دي اللي هو تنقذ جوست رايدر ولا نايت كرولر، وعلى اساسها اللعبه بتمشي. بس انا بكتشف في الاخر ان هي يعني هي واحد يعني. بس اللعبه كانت مبهره وقتها، كانت حلوه ومبنيه صح قبل بقى هوجة ايرون مان وقبل افنجرز اصلا، او عالم مارفل السينمائي زي ما احنا عارفينه، يعني يبقى بالانبهار ده قبل ما تبوظ الدنيا الكام سنه اللي فاتوا. انا بتكلم بقى اللي هو ايه الجولدن ايج بتاع مارفل، يعني ده كان قبلها حتى. وانا افتكر وقتها بدات اتفرج على انيميتد سيريز او مسلسل كرتوني ليه دعوه باكس مان، كان اسمه اكس مان اوريجينز، كان فوكس هي اللي عاملاه. مسلسل خطير يا جماعه، فكوكوا بقى من الجيم دي تحفه. انت لو عايز تعرف خبايا الكوميكس اتفرج على اكس مان اوريجينز. اللعبه التانية معانا هي لعبه اكس مان وولفرين، بس القديمه بقى من 2009، وهي نزلت في نفس اليوم اللي نزل فيه الفيلم
بتاعها. هو زمان كان في عندهم حاجة كده اللي هو انا هنزل الفيلم وهنزل جيم على حس الفيلم يعني ماركتينج مين او وسيلة من وسائل التسويق للفيلم. اللعبة دي طلعت احسن من الفيلم لان الفيلم ده وقتها كان فاشل. كان هيو جاكمان طبعا وهيفضل طول عمره بالنسبة لي هو وولفرين، بس الفيلم بجد كان يعني جوك، كان نكتة يعني. المميز في اللعبة دي كانت هاكن سلاش زي ديفل ماي كراي زي جود اوف وور، يعني كانت عادي مفيش حاجة مبهرة في الجيم بلاي، بس هو كان حلو قوي. بس اللي كان مبهر في اللعبة دي انت كنت بتلعب بولفرين لما كان بيتجرح قوي يتعور من الانيميز اللي قدامه، انت بتشوف الجروح وبتشوف يعني الخرتقة اللي بتحصل فيه لا مؤاخذة في الكلمة في السكين بتاعه او جلده، لدرجة انك ممكن تشوف السكيلتن اللي اسمه ادامانتينيوم سوت او سكيلتن اللي كانت عنده، اللي هي بسبب التجارب اللي حصلت عليه علشان يبقى مصنوع من التيتانيوم والحاجات اللي هي عارفه يا جماعه دي كانت جيفت تحفه. الكلوز او السكاكين اللي بتطلع من ايده دي، فانت كنت بتشوف حتى يعني ناهيك بقى التعويره وصلت لفين، وبتشوفه وانت بتلعب يعني ان هو بيهيل، لان هو وولفرين معروف عنه الهيلينج باورز بتاعته او السيلف هيلينج، ان هو كل ما بيتجرح شويه كده والموضوع بيلتئم انت كنت بتشوف ده لايف وانت بتلعب. فالموضوع ده كان وقتها صايع، انا لغايه دلوقتي لسه شايفاه صايع ومستنيه قوي اللعبه بتاعت وولفرين اللي هتنزل خلاص يعني تقريبا كمان شهر، بس هي وقتها كانت حلوة. وكان في كمان احداث غير احداث الفيلم كانت زايدة في اللعبة دي، ولغاية دلوقتي شايفة ان هي كانت انجح من الفيلم اللي نزل وقتها، والجيم غطت عليها نجاحا. وفي كاركترز ظهرت برضو من الفيلم في اللعبة زي جامبت وزي سترايكر اللي هو المين انتاجونست او الشخصية الشريرة بتاعة اللعبة دي. بجد كانت حلوة قوي، لغاية دلوقتي لما بشوف تريلرز او جيم بلاي ليها لسه برضو بنبهر لما اشوف هيعملوا ايه في الجيم اللي هتنزل ان شاء الله لولفرين. اللعبة الثالثة معانا هي ديدبول، ودي نزلت في 2013. يعني انت لو عايز تلعبها دلوقتي هتلعبها كراكت، او لو في فيزيكال كوبي هي سوني لقيتها هتلعبها، لان هي اتشالت من الديجيتال ستور لان كان في عوق بين يعني حقوق ملكية بين مارفل وبين اكتيفيشن حاجات كده فشلوها. فلو لقيتها كراكت مش بشجع يعني، بس انت فاهم. اسلوب اللعب اللي كان فيه ديدبول هو كان برضو بيزك، كان ثيرد بيرسون او من المنظور الثالث، بين شوتر بالجنز بتاع ديدبول الشهيرة والستانتس او الشقلباظات اللي بيعملها، وبين الداجرز او السكاكين اللي كان بيستخدمها برضو. المميز في اللعبة دي حس ديدبول الخطير اللي دايما عارفينه من المارفل سينماتكس او من الافلام بتاع ديدبول. هو عنده كده حس لاذع من الفكاهة، ده كان موجود جدا في اللعبة دي، وكان دايما بيكسر وبرضو على عادته في الافلام الحاجز الرابع اللي هو كل شوية بيكلمنا احنا كبلاير الناس اللي بتلعب، وكل شوية يتريق على الديفلوبرز او المطورين بتوع اللعبة دي والاستوديو وايه المنظر ده وايه المكان ده وايه الهبل ده، بس فكان دمه خفيف في اللعبة دي. واللي كتب حبكة اللعبة بتاع ديدبول 2013 هو نفس الراجل اللي كتب ديدبول اللي اسمه دانيال واي في الكوميكس. فالدنيا كانت مش غريبة خالص، وبجد كانت دمها خفيف قوي، لدرجة ان انا افتكر ان كان الناس اللي بتعمل تروفيز او بتعمل تروفي هانترز اللي هم بيقفلوا لعبة بلاتينم، لما بتخلص كل التروفيز وتجيب البلاتينم اخر تروفي كان اسمه now you can sell the game. لو كانوا بيشوفوا المستقبل ما كانوش حطوا التروفي دي علشان دي كانت هتبقى كنز، انك يبقى معاك فيزيكال كوبي او نسخة فيزيائية وديسك حقيقي من اللعبة الجميلة دي. اللعبة الرابعة اللي معانا هي مارفل جاردنز اوف جالاكسي، واللعبة دي نزلت في 2021 وكانت بعد نزول وفشل اللعبة اللي اسمها مارفل افنجرز. دي كانت فاشلة، يعني هي نزلت قبلها وفاشلة بجد فشل ذريع، وده كان بمثابة رد اعتبار او حاجة زي كده. يعني اللعبة النقاد ادوها سكور كويس، بس هي كوميرشلي او تجاريا ما بعتش كفايه. بس اللعبه حلوه قوي، انت المفروض انك بتلعب بيه ستار لورد، بتلعب بيه جامورا وروكيت وجروت، وتقريبا بداركس اللي هو الراجل اللي هو الشلح
جالاكسي ده كنت بتلعب بيهم كلهم، بس انت تلعب كليد او اللي بيرقص هذا التيم هو ستار لورد، بحسه الفكاهي طبعا الكرنج، بس كنت بتتحكم في السكيلز والمهارات بتاعت باقي الفريق. المفروض ان الحبكة بتاعتها يعني كده من على الوش، المفروض ان في زي كائن غريب هما Guardians of the Galaxy هما كانوا بيحاولوا يقفشوه علشان يبيعوه، في واحد بيكولكت حاجات. يعني لو الناس عارفة مارفل عارفين انا بتكلم على انهي شخص بالظبط. بس الوحش ده سرب طاقة غريبة للجالكسي او المجرة وخلى الناس اجريسيف او عندها حس عدائي بقى كل الحضارات والكواكب معظمها، فهم كانوا بيحاولوا يصلحوا الغلط اللي هم عملوه، ينظفوا الكواكب بقى والمجرة من الطاقة العدوانية دي. حلوة اللعبة، ممكن تعتبرها مش جيم فيها جيم بلاي مميز قوي، بس هي كقصة كانت لذيذة وتتلعب وتنبسط بيها عادي جدا. اخر لعبة معانا هي مش معتمدة على سوبر هيرو كوميكس او معتمدة على سوبر هيرو من القصص المصورة، بس انا معتبراها ان هو سوبر هيرو بيزد فيديو جيم، وهي انفيموس الجزء التاني اللي طلع لنا بيها هما نفس صناع جوست اوف سوشيما وجوست اوف اوتي، نزلت في 2011. والمميز في اللعبة دي انا كنت بحس ان سبايدر مان الجديدة، انا عارفة ان في سبايدر مان قديمة انا بحبها برضو، بس هي كانت ليها الاجواء بتاعت انفيموس الجزء التاني، وصلحوني لو انا غلطانة عادي جدا بس باحترام. كان فيها الاوبن وورد والتنطيط والبركات الغريبة والمهارات الاغرب اللي كانت عند الليد كاركتر او الشخصية الرئيسية دي، وكان فيها سيستم اسمه كارما اللي هو انت لو عايز تبقى انسان خير بيجيلك زي سكيل او فاير نار زرقاء، ولو انت وحش ومش ولا بد وهتبقى سهو تستخدم الحاجات دي او سوبر باورز اللي عندك وقدراتك الخارقة في الجانب الوحش او الشرير بتبقى الفاير دي لونها احمر. وبرده كان فيها حس الاختيارات اللي هو لازم تختار حاجة معينة، وحتى العالم بيتحول من حواليك وبيتجاوب معاك على حسب السايد او الجانب اللي انت هتختاره، والنهاية برضو بتختلف. عارفة طبعا ان باتمان اركم دي يعني الثلاثية الجميلة ومحدش يقدر ينكر كده، بس قلت افلت شوية منها لان اي حد يقولك جيم معتمد على سوبر هيروز او كوميكس دايما دماغك هتروح يا سبايدر مان يا باتمان، وانا مش محتاجة اقول ان دي جامدة ودي جامدة قوي، هما مش محتاجين حلقة، محتاجين حلقة لوحدهم كل واحدة ليهم يعني. بس حبيت اقول my own list واللي انا بحبها، عارفة ان هي قديمة زي I don't care برضو قلت قريب. انا كده خلصت، لو عايز تمشي اتفضل. دي فقرة شكرانية للناس اللي تابعت اركيد من زمان قوي، من اول 1000، من قبل 1000، من ايام بوديو او البودكاست اللي كنا بنعمله على حس اركيد. الناس دي انتوا في قلبي وعارفاكم بجد عارفاكم. بس في انا حتى قلت والله العظيم ان انا هطبعه في كومنت، انا عارفه يعني اللي كتب الكومنت علي، انا متاكده انك ندمت كتبت الكومنت ده لان عملت على حسه ريل على انستجرام في البيج بتاعت اركيد وطبعته وهبروزه ان شاء الله. يعني هسيب لكم بدل ما اقعد اوريكم البيج، انا بجد طبعتها وان شاء الله هبروزها هحطها لان هو لخص كل حاجه. يا جماعه بصوا كاتب ايه، من اول ما بداتي وانتي بتحطي لمستك وفكاهتك في كل فيديو بافكارك بطريقتك وروحك الحلوه، شكرا بجد. واللي وصلتي له جه من شغفك واصرارك وان فضلتي تكملي وتطوري من نفسك. ده حد يعني لخص الموضوع بالنسبه لي، ان في كومنتس او تعليقات مش ظريفه بتجيلي وبتحسسني ان هو بس عارف بيجي كده حاجه كده غير علي. في ناس كتيره جدا جدا ان هم عارفين نفسهم ولو ينفع بعد كده هطبعهم، هطبع بقى اسامي الناس دي واحطها برضو في برواز لان it means so much. والله يا جماعه الموضوع مش تافه حقيقي، انا انتوا طلعتوني واركيد والشغل فيها بقاله فتره، كل ما احس ان انا داون او اللي هو اللي انتي بتعمليه ده بيقابلني تعليق حلو من ناس حلوه وطيبه وسويه. شكرا ثانك يو انكم بتشوفوا اركيد. انتوا مش فاهمين اهميه الموضوع ده عندي ازاي، ان انا بشارك الشغف ده بطريقتي دي. ممكن ما تكونش يعني كويسه للناس او كرنج للناس، بس الناس التانية بقى اللي انا بحبهم دول في قلبي. thank you so much for watching اركيد. لو عجبكم هذا المحتوى بليز واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.
باي باي.